ما تقلقش، كل جثه هتاخد واجبها وزياده، وكل مجال في مجاله. يبقى انا مؤاخذه يعني واخد على خاطري منك. هنرقص دانس يا روح امك. زمان لما التمثيل كان لسه في بدايته كان في نجوم من الصف أول، بس لما اتحطوا في الفيلم بيخطفوا عيون الناس. كانوا دايما مش بيبقوا مختارين على الفرازة، شكلهم مش دايما أفضل حاجة، صوتهم مش دايما حلو، بس تحسهم بيمثلونا، تحسهم شكلهم مصري كده. النجوم دي كانت زكي رستم، عادل أدهم، صلاح منصور، حسن حسني. بس النجوم دول مين دلوقتي؟ تيجي نعرف هما مين؟ أنا النهاردة قررت أتكلم معاكم عن أفضل 10 ممثلين دور تاني جبارين في التمثيل. بس في الأول أنا عبد الرحمن وليه بحب السيما. رقم 10 معانا هو صبري فواز. هلا يا بنتي. صبري فواز هو أقرب شخص للممثلين زمان. صبري بيمثل من التسعينات وفضل فترة طويلة جدا عشان يعافر ويقدر وياخد دور كبير. صبري مش شبه نجوم جيله، ما خدش الدور بسرعة، لا بالعكس هو كمان عنده أعلى محطات تنقل فيهم، بداية بالدور الخارق للعادة. أول دور علم ليه مع الناس دور الشيخ عرابي في كلمني شكرا. بص دي رقصة عادية تعدي بذمتك، دي خدت مجهود جدا، ما تضحكش، هي رقصة معمولة عشان تضحك، يعني الرقصة اللي هي حاجة تافهة هو ركز فيها عشان يطلعها بشكل كويس. والمحطة التانية كانت خميس في رمضان كريم، اللي صبري اختارها مخصوص عشان يعلي على دور عرابي اللي ما كانش عارف يكسر نجاحه لفترة طويلة جدا. هو عمل حاجات كتير حلوة، بداية من محروس بين السرايات، وجوده في كف القمر، بس مفيش حاجة كانت بالقوة الكافية عشان تكسر نجاح الشيخ عرابي وتبين ان هو ممثل كويس مش صاحب دور واحد. نتاية زي الجمل جمل يا عم، بقول تشكى ما تسيبها لي وافضل على العقل. لغاية خميس خلي بالك، خميس وعرابي فيهم صفات كبيرة مشتركة زي التدين الظاهري أو حتى أخلاقيات الشغلانة، واحد بيحرب دقيق الفرن اللي بيشتغل فيه والتاني مرتشي، وعارف يلعب شخصيتين بصفات مشتركة بطريقة مختلفة. ده يثبت لك إن هو ممثل كويس وممثل كويس جدا. بس أحسن دور أنا حبيته لصبري فواز هو دور الشيخ في مسلسل أبو عمر المصري. الشخصية اللي ممكن كتابتها كانت الأفضل في المسلسل، أفضل كمان من شخصية أحمد عز. أنا كملت المسلسل ده عشان صبري فواز، بصراحة أنا اتعلقت بيه جدا. بص صبري من الممثلين اللي فعلا بتستوي مع الزمن، ومع كل ما بيمر الزمن هتلاقيه بيقدم لك أدوار أعلى. هو حاليا في قمة النضج الفني بتاعه. ما احنا كل يوم بنشوف الدقيق خارج من الفرن خارج من الفرن. ايوه ببيعه يا توشت. عايز يشيل المخلفات اللي على الرخصه بتاعته. ودي شيلها له ازاي بقى؟ كيف إذا نكون مخيرين وكل شيء في كتاب من قبل أن نولد؟ رقم 9 معانا هو محمد محمود. بص لي كده. محمد محمود في شبه كبير جدا من بيومي فؤاد، الاتنين بدايتهم من زمان وما اتشهروش خالص غير لما كبروا. على الرغم من كده محمد يمكن بدأ من قبل بيومي فؤاد واتشهر بعده، يعني محمد محمود بدأ من الثمانينات واتشهر او بقيت الناس تعرفه في 2015، السنة اللي قدم فيها حارة اليهود وبين السرايات. شوف فضل كام سنة بيعافر، يعني ده دليل أصلا على حبه للتمثيل. هو أصلا اتخرج من معهد خدمة اجتماعية، وعشان حبه وشغله في التمثيل راح درس بعديه في معهد التمثيل. أنا عايزك تركز معايا في ال10 سنين دول الأخيرة. محمد محمود قدم أكتر من دور أكد لنا إن إحنا كنا سابين ممثل عظيم ومش مقدرينه. من بعد 2015 محمد محمود عمل حناوي في رمضان كريم، الأستاذ عبد البديع في بالطو، وعمل تانية كتيرة حلوة. بس طبعا ما نقدرش ننسى طريف في نجيب زي زرق، الدور اللي خد عليه أحسن ممثل مساعد في مسلسل قدر يخطف فيه الكاميرا من دكتور يحيى الفخراني. وده يحيى الفخراني اللي حضوره كان بيغطي على محمود عبد العزيز ساعات. محمد بعد مشكلة بيومي فؤاد المشكلة المعروفة طبعا، ناس كتير رشحت انه ممكن ياخد مكانه، خصوصا بعد دعمه الكبير للقضية. يعني انا حاسس ان احنا ممكن نشوفه بشكل اكبر، بس اتمنى انه يكون كويس ويختار الاعمال بشكل احسن. بابي الله يرحمه، ربنا على الشرف والرذيلة. هما بيقفوا على عرفة في رمضان يا اخويا؟ احنا هنوقف والراجل ينزلنا. رقم 8 معانا هو ماجد المصري. العقيد بررم الحديدي. هلا ماجد يمكن عكس كتير جدا من النجوم اللي في الفيديو ده. هنا هو ملامحه ممكن تخليه نجم شباك ممثل دور اول، يعني هو كان طالع اصلا بسرعه الصاروخ وعمل افلام بطوله في بدايه الالفينات، بس ما كانش مكتوب لنا نجاح. فقرر يرجع خطوه لورا كعلامه مبكره لادراكه وفهمه للسوق، وان هو ممكن يبدا في الدور الثاني ويقدم اعمال كتيره في دور تاني ويقدم فيها اصلا متعه خالصه. هنشوفه من بدايه من ضيف شرف في كلمني شكرا. احنا اسفين يا صلاح. بس الدور اللي خلاه حجز مكان في افضل ممثلين الدور الثاني هو دور العقيد سيف الحديدي ومسلسل ادم. انا مش هتكلم كتير عن الدور ده، هو اصلا بيتكلم عن نفسه، وهو اصلا بعد الدور ده ويتي ما وقفش برضه، عمل مع صفقة الإصرار مع غادة عبد الرازق، بعد كده رجع لنا بخليل من مسلسل زلزال. بالرغم من ضعف المسلسل الا ان الدور اللي كان فيه قرع بطريقه تفوق الوصف بصراحه، يعني ده الشرير الوحيد اللي قدر يخطف الاضواء من محمد رمضان. نتمنى منه انه يفضل بيختار الادوار بطريقه كويسه زي ما هو بيختار كده. انا اسمي خليل سليمان السواح كتخه. سيدي ابو العلامات التاني العلامه.
رقم 7 معانا هو سيد رجب. سيد رجب انا لو حابب اعرفه مش هلاقي افضل من الطريقه اللي عرفه بيها احمد امين. بيوزع مخدرات صغير، بعدين بقى مساعد تاجر مخدرات مع عبد الملك زرزور، بعدين بقى تاجر مخدرات قد الدنيا في اولاد رزق. سيد اثبت ان السن مش عائق ولا حتى الشكل مش عائق. سيد بدأ متأخر بالنسبة لسنه، يعني سيد بدأ في 2004 في فيلم حب البنات، بس موهبته طاغت جدا لدرجة انه بعدها ب4 سنين كان بيعمل دور في ابراهيم الابيض، وفي الفترة دي اصلا كمان عمل معاه مسلسلات زي الحارة او حاجات وبنعيش. بعدها في 2011 دور يكبر ويعمل دور في فيلم اسماء، واحد من اعظم ادوار الدور الثاني اللي مش متقدرة، دور هادي محدش بياخد باله منه زي الفيلم، يعني الفيلم مش متقدر بالنسبة لكتير بس الفيلم رائع، ودور سيد رجب في الفيلم ده من احلى منه. وبعدها 3 سنين ينزل لنا بولاد رزق. يعني انت شفت التحول؟ لو شفت ولاد رزق قبلها شفت اسماء، قبلها شفت حكايته بنعيشها، قبلها شفت ابراهيم الابيض، قبلها شفت حب البنات، تعرف انك كنت رامي جوهر على الارض، او هو ما كانش مقدر نفسه السن ده كله. يعني لو كان بدأ بدري شويه كان شفنا حاجات اعظم. سيد عشان ياكد لك ان هو ممثل جبار 2019 نزل لنا باب العروسه، وكل الكره اللي كان تجاه المعلم في ولاد رزق يتحول لحب لعبد الحميد. وبصراحه انا ما عنديش اي ملاحظات، يعني الراجل في خلال 15 سنه اثبت لنا ان هو من افضل ممثلين مصر. تعالى الاهلي يا رجل بطولات. رقم 6 معانا هو محمود عبد الموت. الغلابه يا حكومه. بص دايما اي جيل بيكون في حد ما بيقدرش ينجح زي جيله، يعني الحكايه دي ممكن تشوفها في فتحي عبد الوهاب مع جيل صعيدي، او حتى اشرف عبد الباقي مع هنيدي وعلاء. بس محمود عبد المغني بالنسبه لدوره اتاخر جدا. عبد المغني ظهر في عبود سنه 99 والناس مفكره جيل امير كرارة ويوسف الشريف، بالرغم من تاخره ده ودخوله مع جيل تاني برضه اتاخر كمان مع الجيل ده ومعرفش يعمل بطوله. هو عمل بطولات قبل كده بس ما قدرش تنجح النجاح الكبير، فده زي ما تقول كده كان حظه حلو علينا حظه وحش عليه، لانه قدر في الفتره دي يستوي فنيا ورجع لنا بمشهدين في صاحب المال ومشهدين في مسلسل النهايه ادوا انعاش للمسلسل اللي كان خلاص واخد الاسانسير ونازل. وبعد كده ادانا دور جامد جدا في حمله فرعون بالرغم من مستوى الفيلم اللي ما يتشافش اصلا، بس دور محمود عبد المغني او حتى الاجتهاد اللي كان من رامز امير كان يخليك تتفرج على الفيلم. نتمنى بس المنتجين ان هم يشوفوا ممثل لسه بادئ من 24 سنه ويدوا له ادوار كويسه. امريكا ايه؟ انت هنا في مصر، يعني رجاله جدعانه ونعجبك قوي. رقم 5 معانا هو فتحي عبد الوهاب. اخلصي بقى. فتحي عبد الوهاب متلقب بالجوكر، لقب طلع عليه بسبب موهبته الكبيره. انا قلت ان نجوميته اتاخرت عن جيل صعيدي، يعني هو كان متاخر شويه عنهم، فكان بيعمل بطولات جماعيه زي فيلم ثقافي وسهر الليالي، وبعدين كان فيلم بطولته ما نجحوش قوي فيرجع على البطوله ويعمل دور تاني وكانه كان مخلوق للدور ده، ونشوفه ابداع سواء في كباريه او حتى في دوره في ساعه ونص او دوره في زهايمر. كل دي ادوار خلته يحفر اسمه من دهب في الدور التاني. حتى من سنتين شيخ محارب في جزيرة غمام وقبلها دور حمزة في لمسة كتاف يأكدوا لك ان ده نجم رائع يستحق انه يبقى من افضل ممثلين الدور التاني، ويأكد لك ان لقب الجوكر اللي طلع عليه ما طلعش من فراغ. يلا ايه بيقولك هحمينا، يلا يا كريم. بايظ يا مولانا. رقم 4 معانا هو باسم السمرة. مسا رؤوف. ده انا مش محتاج اقول في حقه اي حاجة، ده يقعد في اي مشهد يخطف الكاميرا من احمد السقا محمد هنيدي، حط اي حد مع باسم هيعلق عليه. ممثل تنطبق عليه كل مواصفات الدور التاني بامتياز، سواء شكله اللي هو مصري جدا يعمل لك اي دور، وممثل شاطر كمان، ونحط تحت كلمة شاطر كل الخطوط اللي ممكن تتحط. باسم شاطر لدرجة ان هو لما حب يتخانق مع محمد رمضان قالوا تعالى الفيلم قصين نمثله سوا بقى. لفيلم 10 دقايق روائي قصير للتمثيل. باسم سمرة هتلاقيه معلم مع الناس بشخصيات عكس بعض وكلهم جامدين، من حسن في الجزيرة لإبراهيم في تيتا رهيب لعزوز في بابا المجال لمنعطف خطر للعسكري في عمارة يعقوبيان. كل دي أدوار فيها التنوع مش بس تخلي باسم السمرة من أحسن ممثلين الدور التاني، لا ده كمان تخليه من أحسن ممثلين مصر. ممكن تصريحاته ما تكونش فيها الاتزان الكافي اللي احنا بنشوفه على الشاشة، بس عادي طالما بيسيب الناس أو المشاهدين لهم تنتقل وتقول رأيها. كل الدعم للأستاذة منى زكي، وأنا بقرر إن الهجمة مش على منى زكي، الهجمة على الفن المصري. بيسيبش؟ مش مهم، أعماله كويسة وبتكون طالما أعماله حلوة عديله يا عم. الفتحة اللي بنت ناقصتك مقاشة والطين. اتكلي على الله انت بس يا ام، وانا هعمل لك كولدير من ابو 3 حنفيات. رقم 3 معانا هو خالد الصاوي. يا دنيا وراك شغيري ولا ايه؟ خالد الصاوي هو شريك نجاح لنجوم كتيرة جدا وليه بصمة مختلفة في أدوار، بداية من دور المختلف في عمارة يعقوبيان، الدور اللي قلب الدنيا لأنه اتجسد منه كويس. خالد كان طالع مع صديق عمره خالد الآخر اللي هو خالد صالح، سرعة صاروخ جدا في الدور التاني. بص هو في حقبة ما قبل 2010 كان عندك فيلم تقيل وعاوز مثل دور تاني يجيب خالد صالح يجيب خالد الصاوي، واي واحد فيهم كان يشيلك الفيلم. كل واحد عنده موهبة فريدة وطرق تعبير مختلفة عشان الاثنين ما كانوش متشابهين، بس العمر الطويل لخالد الصاوي خلاه عمل لنا اعمال اكتر. الفيل الازرق اللي لو ما كانش اتعمل اصلا بخالد الصاوي ما كانش الفيلم بالحلاوة دي بصراحة.
حتى دوره الخفيف في كده رضا، ودوره اللايت شويه او الاهدى شويه، او دور الشرير ابو علي وغيرهم كتير. خالد ليه اعمال تجاريه بس جامده، الفرح، كباريه، ولاد رزق، دول اعمال تجاريه بس برضه عمل فيهم البيك بتاعه او عمل الافضل من خالد الصاوي. هو عارف بيعمل ايه اصلا بالمعنى الحرفي، بيختار الدور كويس ويعمل فيه على قد ما يقدر ويطلعه بالشعر. تصدق انا حطيت العراق دي عامله لي فجوه. انا عايزكم بقى كل اللي سجلتوه صوت والصوره كويس قوي وتشيلوه في حته امان. رقم 2 معانا هو ماجد الكدواني. ليك 3 كوبايات في العيار. ماجد الكدواني بدون اي كلام هو عامل الدور التاني. احنا ورانا حاجه غير التطبيل للناس ده دلوقتي يمكن فكره ان انا احط ماجد الكدواني هنا هي فكره مسلم بيها. يعني قائمة الدور الثاني ماجد الكدواني وخالد الصاوي معروف، او اي حد بيعمل قائمه عشان يقيم ادوار دور تاني هتلاقي حاطط ماجد الكدواني وخالد الصاوي، وبعد كده يجي باقي النجوم. مش قصدي ان الباقي موهبتهم قليله، لا، عشان ماجد وخالد محبوبين بشكل لا يصدق، يمكن اكتر نجوم محبوبين مش بس من جمهورهم، لا حتى الناس اللي ما بتحبش التمثيل بشغف. عارف الناس اللي بتتابع التمثيل على خفيف هتلاقيهم بيحبوه. عارف الناس اللي ما تلاقيش حد بيكرهها، ماجد الكدواني واحد منهم بلا شك. ماجد هنشوف رحلتهم على المسرح من مسرحيه بالو ابراهيم في موضوع عائلي وقت طويل، وهو باكتساح صاحب افضل مشوار في القائمه دي، بدايه من الادوار الخفيفه اللي كان بيعملها مثلا في حراميه في تايلاند وحراميه في KG2، دور صاحب البطل اللي هو بيقول نكتتين وخلاص. هو ما اكتفاش بانه كان بيبرز نفسه في الدور ده، لا، ده يروح يعمل الشخص التاني، الشخص اللي ما بيقولش نكت، الشخص اللي بيعكس النكت، يعمل طيران تراجع واستسلام. وخلي بالك انعكاس النكته ده بيكون اصعب بكتير لانه يحتاج ممثل جامد، لان النكته لو مش حلوه والشخص اللي قدامك ما بيعرفش يدي لك احساس نكته ممكن تبوظ خالص، او حتى لو النكته حلوه والشخص مش عارف يعكسها برضه تبوظ. لازم اللي قدامك يكون ممثل كويس عشان يعرف يعكس لك نكته. سيبك من ده كله، قرر يسيب الكوميديا لا انعكاس نكته ولا هيقول نكته، يعملك ترابل الماس الشيخ جاكسون الاصليين. الراجل ده يوضح لك ان هو معجون بميه التمثيل زي ما بيقولوا عليها. خلاص يعني مش هتمثل، اقعد على كرسي واحكي لنا حكايه، يطلع لك كده ايه يا باشا، ايه الجمال ده اللي هو انت مش عارف انت ازاي فعلا كده. ماجد الكدواني بيحط كل الممثلين اللي بيمثلوا معاه في خانه صغيره، انك لو ما ابدعتش شكلك مش هتحط كممثل كويس. واكيد في ادوار تانية نسيت اقولها، اعماله كتير جدا وكتير حلو. لو في تاريخ اي ممثل تنوع رهيب زي ما قلنا ما بين الكوميديا والدراما زي اللي عند باسم مثلا، ده يوضح لك ان ده ممثل بالمعنى الحرفي للكلمه. اي كلمه هتتقال لماجد الكدواني غير شكرا على اعمال دياتي تبقى ظلم مننا ليه. يعني ايه اللي ما تضايقش؟ هو اللي ما تضايقش؟ يا ابراهيم انت فاجئتني. رقم 1 معانا، انا اسف يعني ان انا ما حطيتش ماجد الكدواني رقم 1، بس الممثل اللي هو رقم 1 انا بحبه بشكل شخصي كبير جدا، طارق لطفي. انا مش بتاع واع ولا راجل دي. طارق يعتبر من افضل الممثلين اللي جم، لا مش في جيله، في تاريخ مصر. طارق السنتين اللي فاتت من دور الشيطان في جزيرة غمام لدور هادي ولطيف في مذكرات زوج، لقبلها كمان دور إرهابي في القاهرة كابول. لما تشوف الأدوار دي ما تصدقش إن ده حسين ابن الراجل الطيب. يمكن كمان طارق مر بمشكلة فتحي عبد الوهاب، هو كان كمان من جيل صعيدي بس برضه ما حققوش الحظ، لا هو كمان اتأخر على فتحي عبد الوهاب بصراحة. يعني فتحي ممكن نقول إنه عمل بطولات جماعية وخد فرصته والحظ ما حلفوش، إنما طارق لا، فضل فترة طويلة جدا بيقدم أدوار صغيرة، دور الشرير، دور زوج بنت البطل، لغاية ما تيجي سنة 2010 في مسلسل قضية صفية، مسلسل ناجح جدا ودوره كان ملفت. خلاه بعدها يعمل مسلسل مع سبق الإصرار وحكاية حياة، أعمال ثبتت مكانته إن هو ممثل كويس يستحق أدوار، وبعدها تحصل النقطة اللي بعدها شفنا طارق لطفي تاني، كين في جبل الحلال، الدور اللي تقريبا محدش ينفع يعمله غيره، وعمله بأعلى إتقان ممكن يتعمل من أي حد، وبس من يومها هو عمال يطلع نار من بقه حرفيا، وابتدت الناس فعلا تديله شوية من حقه اللي هو يستحق. هو ما بيخيبش ظننا اصلا باعمال حلوه واعمال كثيفه كمان. بس ودي كانت قيمتنا النهارده. كل التحيه طبعا للنجوم اللي اتكلمنا عنهم، بس في الاول انا عايز اسال اسئله. هل تاثير الناس دي على السينما هيبقى تاثيرهم زي زكي رستم والمليجي وتوفيق الدين وعادل ادهم وحسن حسني، ولا الدور التاني ما بقاش بالقيمه الكبيره اللي كان عليها زمان؟ حتى وان كان نجوم دلوقتي عندهم موهبه جباره. لو عندك راي ممكن تكتبه تحت في الكومنتات، ما تنساش لاخواننا من الدعاء، ولو انت قادر تتبرع انا هحط طريقه تبرع في اول كومنت. لو الفيديو عجبك لايك وشير، لو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمه وفي جديد لسه هينزل اعمل اشتراك. بس كده، سلام.